السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله فيديو جديد في قناتنا نكهات وحكايات. ان شاء الله هعمل لكم الرز المعمر، الرز المصري المعمر، رز معمر باللبن في الفرن. دلوقتي بنجيب، احنا في الفلاحين بنقول على ده اسمه لحوقي، انما بقى شوفوا بقى انتوا بتسموها ايه، صينية لحوقي. بنجيب لحوقي صغير كده، ولو كان الرز قديم لازم يكون منسوب المية يكون فيه شوية صغيرين، اللحوقي يكون فيه شوية صغيرين زي ده كده. شوف مسافة الرز من هنا قد ايه. لازم نسيب المسافة دي علشان نعرف نغسله ونحط اللبن، لان لما بنغسل الرز بيزيد. بعد ما غسلنا الرز وسويناه كده عشان نعرف نحط عليه المقادير، دلوقتي بنحط عليه شوية زيت، شوية ملح، الرز المعمر بقى بالذات عشان يبقى طعمه لذيذ وتحفة بنحط عليه شوية سكر، شوية مش كتير برضو عشان الرز ما يبقاش مسكر. وبنقلب بنفضل نقلب لعند ما الزيت يغلف كل الرز، يغلف كل الرز، يعني كل الرزاية يكون متغلفة بالزيت. انا اي نعم ما حطيتش الا شوية زيت صغيرين لانه اللبن بيبقى دسم، فمش بختبر اللبن علشان احطه على الرز. ودي التركية اللي انا عامله الرز المعمر فيها النهارده مخصوص. لقيت اللبن رايب، يعني وانا بختبر اللبن لقيت اللبن رايب، وانا مجهزه الرز ومجهزه كل حاجه. جهزت الرز خلاص وجيت اختبر، قلت اما اختبر اللبن عشان احنا في الحر وعشان اشوف اللبن اخباره ايه. لقيت اللبن رايب يا بنات بعد ما جهزت كل حاجه. دلوقتي هعمل ايه؟ هضرب اللبن في الخلاط، هيبقى طالع من الخلاط اكنه لسه حالا ان هو جاي من عند الفلاح. عشان هو رايب. دلوقتي ضربنا اللبن في الخلاط، شوف الرغوه اللي على الخلاط جميله جميله جميله، ان شاء الله هيطلع احسن من الحليب. ضربنا اللبن في الخلاط وعملنا رغوه جميله. دلوقتي هنحطه على الرز. شوفوا الرغوه يا بنات جميله جميله ما شاء الله. ان شاء الله يبقى اجمل رز باللبن الرايب. سلام على الرغوه، يا سلام. لازم نهز الرز كده علشان ايه؟ اللبن ينزل تحت، عشان هو تقيل لازم نهزه قوي كده ما شاء الله. دلوقتي احنا هنحط الرز في الفرن وبعدين نبدا نزوده الميه. بسم الله. هنحط له شويه لبن، ولو هو عايز ميه بنحط له ميه. شوف ما شاء الله الوش اللي عليه عامل ازاي عشان احنا ضربناه في الخلاط. شوفوا الرز اهو، شوفوا جمال الرغوه عشان اللي احنا وش اللبن ده من الرغوه اللي كانت في الخلاط، عشان احنا عملناه في الخلاط عمل وش جميل كده وعمل رغوه كده على الوش. دلوقتي انا هوطي عليه لان هو بيفور. الله، شوفوا الجمال وشوفوا الحلاوه اهو من اللبن الرايب. لازم بنطلعه وبنعمله كده علشان بالسكينه علشان يتشدد من، يعني يتشرب من تحت وكله يتشرب وان شاء الله يبقى زي الفل. ده كله من اللبن الرايب عشان بعد كده ما نرميش اي لبن رايب عندنا. نعمله، خلي بالكم ان ده لبن رايب يعني عشان مش مرفوع الوش، يعني اهو بنطلعه نحطه في الشرايح شويه عشان يحمر. التقديم وبألف هنا وشفا. ده طريقه عمل الرز المصري باللبن الرايب بطريقه سهله وبسيطه عشان ما نرميش اي لبن عن اي لبن رايب عندنا، ما نرموش. وان شاء الله هجيلكم في فيديوهات تانية اعمل لكم القرص الطريه باللبن الرايب. تحفة ما شاء الله، جميل اهو ومفلفل وجميل، واحلى رز باللبن الرايب.